مور ما هضر مع شي واحد مقرب من لطيفه رأفت وعطاه داكشي بالوثائق، خرج لينا بفيديو زعزع فيه البشري واتهم فيه بشكل مباشر سعيد الناصري بانه متورط في عالم المخدرات، وشرح بشكل تفصيلي العلاقه ديال لطيفه رأفت بهذا الشيء كامل. زواج لطيفه رأفت بالحاج بن ابراهيم كان في شهر واحد في 2014، وهذا الزواج غيدوم مده قصيره ما تزاوجش 4 شهور. والسبب على حساب اشراف هو ان الحاج المالي منين تزوج بلطيفه سكن معاها في الفيلا ديالها في الرباط، ولكن فاش لقى راسو مزير بدا كيضغط عليها من خلال امها باش تمشي معاه للفيلا اللي كاينه عنده في كاليفورنيا في كازا. وهاد الفيلا كيقول اشرف بانها كتسوى 11 مليار، واللي بطريقه ما غادي تولي في ملكيه سعيد الناصري. موقع شروق نيوز اللي المقر ديالو في ايطاليا، وما عرفتش الصراحه واش معنا ولا مع غانا، اتهم لطيفه بانها دات زباله ديال الفلوس من طلاقها من المالي، وبالاضافه الى طوموبيل تابعه للقصر، وانه الفيلا اللي عندها في الرباط هو اللي شاريها ليها. والاكثر من هذا الشيء اتهموا لطيفه بانها توسطات ليه مع فؤاد علي الهمه، الشيء اللي غادي يخلي المالي يتعرف على ريوسا كبار اللي يسهل عليه يهرب الكوكا اللي كتقدر ب 50 مليار. ولكن صراحه كنشوف هذا الشيء مستبعد. علاش؟ لان لطيفه رأفت دارت طلاق شقاق، يعني هذا كانت باغا غير تفك ما خدات والو. وبالاضافه الى الفيلا اللي عندها حدا هيلتون في الرباط شراتها من الورثه ديال الجنرال اوفقير في 2000. ورحمة الله تعالى وبركاته. اتهامات خطيرة تواجه الفنانة المغربية لطيفة رأفت. قبل ما نبدا معكم الفيديو متنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصلكم دائما كل جديد. كما سمعتوا هذا رئيس ديال نادي الوداد البيضاوي كيتحدث بواحد الحرقه او خرج بتصريح صادم من بعد هاد الاشاعات كامله اللي دارت حول المخدرات اللي كتحوم حول الفنانه المغربيه لطيفه رأفت. كما عارفين ان لطيفه رأفت يعني تزوجت في 2014 من شي حاج، فكان الزواج ديالها عادي دام سنين طويله. فكما عارفين ان المقدم والمؤخر ديال العروسه يعني كتكون بمبالغ خياليه، خصوصا انها يعني بالشروط ديالها وبالموافقة ديالها. فكما عارفين على أن حتى ولو أنهم طلقوا راه كتبقى واحد العلاقة بيناتهم. فقبل هادشي كان تاجر مخدرات اولا كيقولوا لنا انه كيتاجر في المخدرات، وكانت عن طريق لطيفة رأفت بخصوص السيارة وخصوص الفيلا اللي عندها وداكشي اللي كتمتلك. فتيقولوا على ان اكيد هاداكشي كامل ما جاش بالغنى، حيت هي فنانين ما خلاو فما قدروش يوصلوا لهادشي اللي وصل له لطيفة رأفت من سهرات حفلات. كاين هادشي شغال وخدام، ولكن اكيد الغبره البيضاء كدور تحت الطبله. هادشي اللي تيقولوا، هادشي اللي حد الان اللي داير في السوشيال ميديا مؤخرا. فقالوا على ان الزوج ديالها او الطليق ديالها بالاحرى معتقل. فاكيد يعني التحقيقات والتحقيقات كتواجه او التهم حتى كتواجه حتى لطيفه رأفت. فهو طليق ديالها كيف كيقولوا الناس راه مطلقين، ولكن بقات ديك العلاقه بيناتهم. فالمقدم ديالها ولا المؤخر ديالها تعطاها من بعد صداق، يعني هذاك الشيء زائد الحفلات ما تخلطوش شيء بشيء. على العموم اللي غادي نقول لكم هو انه لطيفه رأفت فنانه كتبقى فنانه مغربيه، وكتبقى الاحترام ديالها فوق كل شيء. واكيد اكيد ما نساوش على ان القانون المغربي فوق الجميع، ما كيعرف لا هذاك فنان لا هذاك رئيس، كل شيء تحت الطبلة، كل شيء بحال كنا سواسية من يعني من شي لشي. هادشي اللي غادي نقول لكم. فكنتمنى ما تكونش عندها ايد، لان الاحترام ديالها والصوره ديالها او المقام ديالها كفنانه مغربيه اللي حنا كاملين كنعرفوها لانها بعيده كل بعض المشاكل، بعيده بزاف ديال مداخله سوق راسها، انسانه قمه الرقي والاحترام. فتشوف فيها واحد الصوره خايبه اللي هي المخدرات، فصعيبه بزاف. فهادشي كامل لحد الان كاينه فقط اقاويل في السوشيال ميديا، في اليوتيوب او في الفيديوهات، يعني باقي ما كاين حتى شي حاجه ولا تصريحات ابدا حقيقيه، باقي ما شفنا حتى شي حاجه. على العموم الحاجه الوحيده اللي خرجت هي صرحت بها هي انها كتستمتع بالعطله ديالها مع الابنه ديالها خارج المغرب، وقالت على ان حتى شي حاجه ما كتهمني في هذه اللحظه، كل انشغالاتي معك بنتي. فقد تقدر تكون هذا دليل او ميساج بغات توصلوا للناس اللي كيهضروا بزاف، يقدر يكون فقط يعني كلام يعني بلا حتى شي فائده. فكنتمنى هادشي بصح يكون، وكنتمنى يكون فقط غير هضره بالسوشيال ميديا، لا غير، لان اكيد الفنانين اللي كتكون عليهم تسليط الضوء كتكثر عليهم الهضره. السلام عليكم، ما تنساوش الاشتراك بالقناه باش يوصلكم دائما كل جديد.